أهلا بيكم. النهاردة هنتكلم عن ظاهرة أغنية لخبطيطة، الأغنية اللي حرفيا قلبت الدنيا وبقت زي النشيد الشارع كده بصوتها الصاخب اللي بيلزق في الدماغ ده. فيلا بينا نخش في تفاصيلها ونشوف إيه حكايتها. الجملة دي هي مش مجرد بداية أغنية وخلاص، لأ، دي زي ما تكون صفارة البداية كده للاحتفال في قلب الفوضى. دعوة صريحة للروشنة، للزيطة، وإن الواحد يفك من أي قيود. من هنا بالظبط بيبدأ المود كله. وهنا بقى بيجي السؤال المهم، السؤال اللي احنا هنا عشان نجاوب عليه، هي ايه اللخبطيطة دي اصلا؟ وازاي اغنية بالصخب والزعيق ده قدرت انها تبقى اكتر من مجرد اغنية وتتحول لنشيد ثقافي، نشيد بيعبر عن جيل بحاله؟ طيب، عشان نفهم بقى سر النجاح الساحق ده، خلينا نفصص الظاهرة دي حتة حتة ونشوف ايه هي المكونات اللي خلتها تولع بالشكل ده. وصفة النجاح دي نقدر نقول إنها بتتكون من 3 حاجات أساسية. أول حاجة شخصية قوية كده ومش بتعتذر عن نفسها. تاني حاجة لغة الشارع الحقيقية، الكلام اللي الناس بتقوله فعلا. وتالت حاجة كوكتيل من المواضيع اللي بتشغل الناس دلوقتي. التلاتة دول لما اتحطوا على بعض عملوا الخلطة السحرية دي. فخلينا نبدأ بأول وأهم مكون فيهم. أول مكون معانا هو روح المهرجانات نفسها، اللي هي إيه؟ هي الشخصية الجريئة دي، الثقة اللي ممكن توصل للغرور أحيانا، صوت مش همه يرضي حد لأنه ببساطة عارف هو مين وعارف قوته. وده يا جماعة هو أساس موسيقى المهرجانات. الجملة دي لوحدها بتلخص الحكاية كلها. ده مش مجرد شيفونية وخلاص، لأ، ده إعلان سيطرة رسمي، تأكيد على مكانة اتبنت واتحققت. معناها إحنا وصلنا وإحنا اللي في الصورة، والكل عارف تماماً مين هم التقاك. يعني النقطة المهمة قوي هنا هي إن ده تعبير عن فخر بالنجاح اللي جه من تعب ومجهود شخصي. ده صوت الناس اللي عملت نفسها بنفسها، اللي بدأت من تحت الصفر ودلوقتي بتعلنها للعالم كله بكل ثقة. بس الأجمل بقى في الموضوع إن الشخصية دي مش بس غرور وثقة، لأ، في بعد تاني خالص. الأغنية بتأكد إن جنب كل النجاح ده في أصل، في مبدأ. كلمة الجدعنة هنا مش كلمة وخلاص، دي اللي بتدي كل النجاح ده قيمة ومعنى حقيقي. طيب نيجي بقى للمكون التاني، وده يمكن هو السلاح السري بتاع الأغنية دي، اللغة نفسها. الكلمات اللي خلت لخبطيطة ليها طعم تاني خالص وبصمة خاصة بيها، مختلفة عن أي حاجة سمعناها قبل كده. نبدأ طبعا بالكلمة الأساسية لخبطيطة. الكلمة دي مش مجرد لخبطة عادية، لا، دي الفوضى الحلوة اللي بنحبها، الهيصة اللي ليها طعم ومزاج. كلمة واحدة بتلخص حالة كاملة. وبعدين عندنا بونبوناية، أيوة هي أصلها قطعة بونبون، بس في عالم الأغنية دي الكلمة دي وصف دقيق قوي لشخص جميل كده ويفرح القلب. ونيجي بقى الكلمة زي خلبوصاية، بصراحة دي من الكلمات اللي صعب قوي ترجمها حرفيا. دي بتوصف الجاذبية اللي فيها الشقاوة، اللي تخلي الواحد غصبا عنه عايز يقرص اللي قدامه من حلاوته. هنا بنشوف قد إيه اللغة دي خلاقة وبتعرف تخترع تعبيرات جديدة خالص. ونفس الكلام بالظبط ينطبق على البوظة أو مقلبظة، كلها مصطلحات كده عسل، بكلمة واحدة بس بترسم صورة كاملة في دماغك. وده بيورينا قد إيه اللغة دي لغة حية وبتتطور باستمرار. تمام كده، احنا فهمنا الشخصية وفهمنا اللغة. دلوقتي بقى ندخل على القلب نفسه، المواضيع. أغنية لخبطيطة بتقدم كوكتيل ذكي جدا من الأفكار اللي بتشغل بال الشباب اليومين دول. بصوا بقى على الخلطة العبقرية دي، في نفس الأغنية في نفس النفس بنسمع فخر بالقوة المادية والفلوس، وجنبها على طول غزل رقيق ومختلف. الأغنية قدرت تجمع بين القوة والجمدان من ناحية، والرومانسية والحنية من ناحية تانية، وبشكل طبيعي جدا ومقنع. بس الموضوع مش واقف عند كده. الأغنية بتلعب على وتر حساس قوي وأعمق كمان، وهو الطموح، الرغبة في النجاح المادي، الحلم اللي ممكن يغير حياة الواحد 180 درجة. والجملة دي ممكن تكون هي أكتر جملة بتلخص كل حاجة في الأغنية. جملة واحدة بتحكي قصة نجاح كاملة. فكرة إن الواحد يسيب التاكسي ويركب الBM W X6 ده مش مجرد تغيير عربية، ده تجسيد لحلم الصعود الطبقي والنجاح المادي اللي ناس كتير جدا بتحلم بيه. طيب، بعد ما شفنا الشخصية واللغة والمواضيع، أعتقد الصورة دلوقتي بدأت تبقى أوضح بكتير. فإيه بقى الخلاصة؟ إيه الزتونة بتاعت ظاهرة لخبطيطة دي؟ الخلاصة ببساطة إننا مش بنتكلم عن مجرد أغنية بنرقص عليها في الأفراح وخلاص، لا، الموضوع أكبر من كده بكتير. دي نقدر نعتبرها وثيقة ثقافية بتصور لحظة معينة وزمن معين. يعني لو عايزين نلخص وصفة لخبطيطة في كام نقطة، هنلاقيها عبارة عن إيه؟ لغة شارع أصلية 100%، مع ثقة بالنفس توصل للسما، ومخلوطة بشوية قوة على شوية رومانسية، ومتغلفة بأحلام عن بكرة والحياة الأحسن. وكل ده بقى محطوط في خلاط شغال على أعلى سرعة، بيطلع طاقة فوضوية ممتعة محدش يقدر يقاومها. في الآخر سر نجاح الأغنية دي إنها حقيقية،
صادقة. هي ببساطة مزيج قادر يلقط بالظبط الصوت ولغة وأحلام الناس اللي بتسمعها، وقدم كل ده في قالب فني مباشر صريح وممتع لأبعد الحدود. وده بيخلينا نسأل سؤال مهم في الآخر، يا ترى إيه هي الأغنية اللي فعلا بتعبر عن صوت ولغة الجيل بتاع دلوقتي بنفس القوة دي؟ سؤال حلو ومحتاج تفكير.